يبدو لي هو نفسه بيمشي. يمكن الشرط الجزائي مغري. سامعين الاعلامي عبد الله فلاتة يقول لك هذه حركات واحد يدور على الشرط الجزائي، يعني مدرب الاتحاد لوران بلان عك في التشكيله. ويقول لك ايضا يعني انت عارف النصر عنده طوفان هجومي، في اليمين كومان، في اليسار ماني، كريستيانو في المقدمه، وراه من الوسط عندك بروزوفيتش، عندك فيليكس. ليش ما تعمل ثلاث قلوب دفاع تحمي الدفاع الاتحادي؟ على الاقل بريرا مع سعد مع سيميتش انزلهم الثلاثه. وعندك في اليسار يعني معاذ فقيهي، يعني كيف تخليه يواجه كومان؟ يعني مباراه تعتبر مهمه، ولازم كان تنزل ماريو ميتاي. انت هنا بالنقطه هذه خايف يعني مثلا من عوار، مثلا غير عوار كان ما تخليه في التشكيله، وتخلي برقاويين محل عوار، وتخلي العبود جيد في اليسار، وعندك ديابي في اليمين، وفي بنزيما في الامام، وكذا الامور تمام تقريبا. ويعني صراحة هذه حركة واحد يدور على شرط جزائي على حسب قوله. رأيكم صراحة في كلام الأستاذ عبد الله فلاتة؟ والشيء الآخر يقول لك زي ما انتم شايفين في التغريدة، يقول لك الاتحاد صاحب أضعف أظهرة في الدوري. يعني عندك الشنقيطي مصاب، وعندك أيضا كادش غير جاهز، في إصابة قبل كذا، وعندك أيضا شراحيلي يعني جاي من إصابة وغير جاهز باعتباره. يعني الشوارع في الاتحاد صراحة كثيرة في الاتحاد. وغير كذا يقول لك لا تضيعوا الوقت يا إدارة الاتحاد في المفاوضات، جيبوا مدرب واحسموا الأمر، لأنه الآن لسه احنا في أول الدوري، يا تلحق يا ما تلحق. ويقول لك تم خذلان الجمهور صراحة. يعني 50,000 متفرج يروحوا زعلانين، يناموا زعلانين بالحضور هذا وبالتيف العالمي. رأيكم صراحة يعني في كلام الأستاذ عبد الله فلاتة، هل فعلا لوران بلان يبحث عن الشرط الجزائي، أم أن هذا المدرب لا يفقه شيئا في التدريب؟ لكن أكرر وأعيد لأنه الاتحاد يعني لا يمتلك عناصر. لا تقارن الاتحاد بالنصر أو حتى بالهلال، يعني تقريبا ممكن تقارنه بالأهلي، مع أنه الأهلي جودة اللعيبة أفضل عنده نوعا ما، ليس بالفرق الكبير. تعليقات لكم، انتظركم بشغف. سنرد على تعليقاتكم في أقرب وقت، ونشوفكم في فيديو قريب. مع السلامة.